الرحمن الرحيم. مشاهدينا الاعزاء، حيكم اجمل تحيه هنا في استاد جابر المبارك الصباحي الذي يحتضن هذه المباراه ضمن منافسات المجموعه الثانيه من عمارة البدايه في هذا الشوط، شوط المباراه الاول. طبعا هذه التصفيات والمنافسات، لكن الامكانيات تفرض نفسها يعني عاليه داخل منطقه الجزاء. هذه خطره، فرصه جول، الله هنا في استاد جابر المبارك في هذه المواجهه. كره لعبت الان اليمن وتسديده، عبد الواسع المرمى فاضي من حارس المرمى فاضي. لا وصلت بكره عرضيه الى سامي مرة ابرز كرات كانت تظهر له، لكن ظهر في اختبار صعب في اكثر كرات ضربا، ولكن برافو. شوف كره حلوه وقريبه، كانت ممكن تكون هي والست الفرق المتبقية من خلال هذه المجموعات الست الأول. المشاهدين هنا من استاد جابر المبارك في تصل إلى حمزة، وحمزة إلى هروان. كرة في نصف الملعب الآن أيضا مصلحة عادل عباس، يبدو هو البديل أو لاعب عبد العزيز. واتنيش طالت مطنيش المطري يهدد عبر الكرة الماضية، لكن هنا كرات الخطر يستعيل المطري. وهنا الضاحي ولا البديل عادل عباس. ترتيب تبريد او معصب، وكرة لعبت الان ثنائية كوري دانيال العماني. كم يعطيهم وقت بدل ضايع في هذا الشوط. لعبة خطرة يمنية، هذه فرصتهم. بهذا التعادل لبنان 4 نقاط. اليمن عنده كم يعطي وقت بدل ضايع. نحن على مطربة خطرة ومحاولة المطري. الله والله ما كان في تسلل، ما فيها تسلل. أركاك المطري، ولكن كورته في ثواني والوقت ينتهي في هذا الشوط. باس في الكرة الماضية وتسديده، ولكنها عالية. سامع عنبر، عبد الواسع إلى جهة بعيدة، عملها إلى خارج الملعب. دانيال الكوري في اللقطة الماضية 3 دقائق. وهذه كرة عالية، في جرأة، في هناك جرأة، هناك أيضا رضوان الحبيشي. وطبعا شوف الكاميرا دفعة واحدة للمنتخب اللبناني. بيشي وملعوبة عرضية. النبي يشرح له شلون تلعبها كرة عرضية، لكن هذا كابتن. خروج أغراب حارس المرمى مبعثر المنتخب. تكلم عن لاعب منتخب ما ينفع، هذا لاعب نادي ممكن، لكن لا. إذا سامي اللبناني، شوفوا هنا صفان حاول ان يرجع الكره لحارس الملعب. المنتخب المفروض يكون جاهز، كل التكنيكات داخل الستة ما راح يشوفها. لعبة عالية ناحية مالك فوق مرمى، لكن هو كان في حالة هدوء مفرطة، كانت تكلفه هدف عنده وما تم اختياره. يغادر سامي الحاج، وهذا فخرو حيدر يلعب له كرة عالية إلى وليد. يملك هذا التكتيك وكرة اللعبة اللي عملها محمد حيدر، أو إلى خير الدين. تكنيك خاص باللاعب، التكتيك خاص في الجرأة والرغبة في النقاط الثلاث. هذه نقلة خطرة، مر فرصة جول. إذا هناك بطاقة صفراء هي الأولى في المباراة. وتسديدة بالقدم اليسرى لعادل عباس. في المراوغة، شوف القدم اليسرى، ولكن تسديدة كاملة في هذا النقاط للعبة الركنية، لكن أبعدت في الوقت المناسب لي. تسديدة قوية، محاولة في الاحتكاك مع أيضا سامي. هي الآن مرتدة حاول فيها هو جابرييل بيطار منتخب لبناني، والكرة لعبت الآن ومحاولة المرور والقدم اليسرى والتسديدة
عادل عقيل. المنتخب اللبناني في لعبة كانت في المتناول كرة لكن إلى ركنية يبدو. أوه خارج منطقة الجزاء. ناصر هوشين إلى أسامة عنبر، أيضا كريم مكاكي ولكن تدخل على طول إلى ركنية لمنتخب لبنان. هذه المنتخب اليمني لعبات عالية في منصور وعادت الكرة الآن أسامة عنبر. منصور عمر سددت مكثفة المنتخب اليمني المنتخب الأول قبل خوض المواجهة المصيرية أمام منتخب لبنان. إذا المنتخب اليمني يستعد استعداد قوي من قبل تقريبا أسبوع في دولة قطر في الدوحة، من خلالها يستعد لمواجهة منتخب لبنان. المباراة التي ستنطلق لحساب الجولة السادسة هي الجولة الختامية من مباريات تصفيات كأس آسيا، تصفيات المؤهلة لكأس آسيا 2027 في السعودية. المباراة ستكون يوم الخميس القادم 4 من شهر يونيو 2026 وستنطلق في تمام الساعة 7 مساء بتوقيت اليمن على ملعب استاد حمد الكبير في الدوحة. مباراة كما قلنا مصيرية. يستعد المنتخب اليمني لمواجهة حاسمة، حيث المنتخب اليمني مطالب بالفوز لحسم المواجهة والتأهل رسميا للمرة الثانية في تاريخه بعد توحيد اليمن. كما نلاحظ جدول الترتيب المنتخب اليمني مطالب بالفوز. أما بالنسبة لمنتخب لبنان فيلعب على فرصتين الفوز أو التعادل. بالنسبة للمنتخب اليمني يلعب من أجل فرصة وحيدة هي الفوز ولا بديل سوى الفوز من أجل حسم التأهل، وهذا يعود بسبب التعادل أمام بوتان، لأنه تعادل في مباراة أمام بوتان. بينما منتخب لبنان كما نلاحظ أمامنا لعب 5 مواجهات انتصر في 4 وتعادل في مباراة هي مباراة اليمن في الذهاب. اليمن ولبنان تعادل 0-0 في مباريات الذهاب. أما بالنسبة للمنتخب اليمني فقد تعادل مباراتين أمام بوتان وأمام لبنان كما قلنا، فوز في 3 مباريات. ستكون هذه المواجهة هي المصيرية أدخل قيادة نور الدين ولد علي. كما نلاحظ أيضا ناصر محمد وهو اللاعب اليمني يتصدر قائمة الهدافين في التصفيات ب10 أهداف، ويعول عليه المنتخب اليمني كثيرا. أوراق مهمة للمنتخب اليمني.